أنتم تدرون الإمام المهدي المنتظر ايش قد يحكم الأرض؟ طبعا أكو هواي روايات، ولكن أكو روايات عن شلون نقول موثقة إنه الإمام المهدي المنتظر. هاي الروايتين طبعا راح تذكرها. الرواية الأولى إنه راح يحكم الأرض 19 سنة ثم يموت، يعني يقتلونه. والرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يحكم الأرض بقدر يعني نومة أصحاب أهل الكهف 309 سنوات. الإمام الصادق يقول كل سنة من هاي السنوات تعادل 10 سنوات من سنينكم. يعني مثلا 19 سنة، كل سنة من هاي 19 تعادل 10 سنوات من سنينكم. الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه من يظهر ويخرج إلى الناس، أول شيء يقوم به هو الذهاب إلى الإمام الحسين عليه السلام، يروح إلى الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الحسين عليه السلام يطلع من قبره، يعني يرجع إلى الحياة. الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام يحكم بالأرض، يعني من بعد الإمام الحجة يحكم 50,000 سنة، بحيث الروايات يقول الإمام الحسين عليه السلام حواجبه تطيح على عيونه، حواجبه تطيح على عيونه من شدة الكبر. وأيضا أمير المؤمنين هيك. الإمام عليه السلام يحكم 44,000 سنة ثم يقتل، يعني أم يطقون على رأسه. هذا موجود بالروايات عن يوم الرجعة، نرجعون أهل البيت عليهم السلام. أمير المؤمنين يحكم 44,000 سنة، وبرواية يقول 40,000 سنة يحكم، بحيث يعني يصير كل أبيض أمير المؤمنين من الشيب. رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم الأرض 50,000 سنة، يعني بعد أمير المؤمنين يجي رسول الله يحكم الأرض. فوراها تقريبا 19 سنة يعني يموت الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، يقتل. ولكن ماكو رواية يعني ثابتة شلون يقتل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. ما عندنا رواية ثابتة يعني حقيقية. يكون بيت الإمام الحجة أو يعني مسكن الإمام الحجة في الكوفة، وهذا يعني مسجد السهلة يصير ب 12,000 باب، يعني تقريبا ما يصلى، يعني أغلب العالم كله أو العالم كله يصلي صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة يصليها وراء الإمام الحجة في العراق بالكوفة. حتى هاي الشمس يعني عند ظهور الإمام الحجة راح تتغير، راح تطلع من المغرب، مو تطلع من المشرق، لا، من تريد تطلع تطلع من المغرب، ويعني وتغرب في المشرق، تغرب هذه الشمس في المشرق. هاي في دولة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. كل شيء راح يتغير. أكو رواية أنا قريت يقول اليوم الواحد يصير 5 سنوات، يعني النهار يصير 5 سنوات والليل يصير 5 سنوات. ثم من بعد ذلك الإمام الحسين عليه السلام طبعا قبل لا يموت جمع أصحابه والنساء فسولف لهم عن يوم الرجعة، يعني هو بين الخيام هنا سولف لهم يوم الرجعة شلون راح يصير بيه. قال لهم رسول الله هيش قال لي إنه أنت راح ترجع من بعد الإمام المهدي المنتظر أنت وأصحابك، وأيضا يرجع وياه يوشع عليه السلام ودانيال عليه السلام في زمن الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الحسين يوديهم إلى البصرة، هم يكونون حكام على البصرة. ثم من بعد ذلك يبعثهم إلى الروم. هذا الإمام الحسين يسولف، يبعثهم إلى الروم في زمن الإمام الحسين عليه السلام. في زمن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الإمام الحسين يقول من أطلع أنا من قبري الله سبحانه وتعالى ينزل عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله وجميع ولدي، يعني المحصومين عليهم السلام، ونزلون في محامل لم تحمل مثلهم، يعني لأول مرة يحملون أهل البيت هاي المحامل تنزل من السماء على الإمام الحسين عليه السلام. ثم الإمام الحسين يقول كل دابة حرم الله أكلها، يعني الله سبحانه وتعالى محرم أكلها كل دابة، مثلا الخنزير وغيرها يعني من الدواب، يقول هذا كلن أقتلهن، ما أخلي شيء على الكرة الأرضية خبيث. يقول كل الأمراض في زماني ترتفع. الإمام الحسين يقول يعني من أرجع أنا لا مشلول ولا أعمى ولا أبرص ولا بيجذام ولا أي مرض، لا مرض صغير ولا كبير، كلها ترتفع إلى السماء الأمراض، كل الخبائث أشيلها من الأرض. الإمام الحسين يسولف يقول بحيث كل واحد من هذول المؤمنين في زماننا يوم الرجعة تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة، يشوفون الملائكة يقعدون ويا الملائكة يبشرونهم بمقاماتهم بالجنة، بالحور العين اللي بالجنة. هيك يعني المؤمنين يكونون في ذلك الزمان، زمن يعني ظهور الإمام الحجة الإمام الحسين عليه السلام. يقول الفواكه والأشجار، مثلا فواكه الصيف موجودة بالشتاء، يعني بزمان أنا من أطلع، فواكه الشتاء موجودة بالصيف،
ذولا مثلا ذولا الشيعة الخلص يعني في وقت زماننا، ذولا يعلمون كل شيء موجود على الأرض، يعني الشيء يصير على الأرض يدرون بيهم، هيك عندهم علم يكون الله سبحانه وتعالى ينطيهم. ثم من بعد ذلك ثم يحكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الأرض، يحكمها وأيضا نفس يعني القوانين تمشي. ثم من بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم الأرض 50,000 سنة، الإمام علي يحكم 44,000 سنة، وأكو رواية 40,000 سنة، بحيث شعره وحواجبه ولحيته وشعر دي يعني كل جسمه يصير أبيض من الشيب. أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يقول مثل ما يعقوب عليه السلام الله سبحانه وتعالى فرق أولاده وبعدين رجعهم علي، أنا أيضا مثل يعقوب الله سبحانه وتعالى فرق أولادي بعدين يلمهم إلي يرجعهم إلي. كل أهل البيت يرجعون، أغلب الأنبياء المظلومين يرجعون هم وأقوامهم، على مود الأنبياء يأخذون من حقهم، يعني حقهم من ذول اللي ظلموهم. فهنيال هذا اللي موجود بذاك الزمان. وشوف رسول الله شلون يحكم، أمير المؤمنين شلون يحكم، الإمام المهدي المنتظر شلون يحكم، هذا هنياله. أكو ناس مؤمنين يموتون ويعني الإمام الحجة يرجعهم إلى الحياة، يعني ذولا كانوا يعني شوقا وحبا يعني متلهفين إلى صاحب الزمان، ماشيين بالطريق الصحيح، دائما مواظبين على دعاء العهد، يقرونه كل يومية الصبح، يحبون الإمام الحجة يعني بإخلاص، فالإمام الحجة يحتاجهم فيحييهم من جديد، يعني بحاجتهم هذول. جد عندنا ناس يعني ميتين ولكن هم يعني من أشد يعني الحب لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، أشد حب لأهل البيت عليهم السلام. الإمام الحجة يحتاجون هذول فيطلعونهم من قبورهم. عرفتوا شلون؟ يعني السالفة مو سهلة. فخلي لك من هسه أبدي لك طريق صحيح ويا أهل البيت. أهل البيت يريدونك باكر، يحتاجونك، مو تقول أنا بعد متت وهاي هي، لا، يوم القيامة طويل بعد خير من الله لما يصير يوم القيامة. فأنت ابني لك حياة، ابن أساس زين وحلو ويعني في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وشوف مو بس تكنيك وبوب جوها وتريد الإمام الحجة نصار المفروض، لا، ماكو هيك حكي، لازم تتعب روحك. مو يقول اتعب تلعب، لازم تتعب شوية، تتعب روحك يعني ويا أهل البيت. هو هالطريق أهل البيت لازم شوية أكو فد معاناة. وإذا تريدون تتأكدوا من صحة هذا الكلام روحوا راجعوا كتب الرجعة، بس اكتبوا كتب الرجعة، أكو هواي كتب راح تطلع لك عن رجعة أهل البيت عليهم السلام، رجعة المؤمنين في زمن الإمام الحجة، زمن الإمام الحسين، إيش قد مدة حكمهم. روحوا راجعوا هاي العناوين راح تلقونها بالجوجل، موجود كل شيء، بالمكاتب هاي موجود كل شيء، أنواع الكتب. روح أقرأ وابحث أدور، راح تلقون كل هاي الأحاديث موجودة ومستندة موثوقة، يعني مو حكي يعني منا أو يعني روايات ضعيفة، لا، أكو روايات يعني صحيحة السند. روحوا اقروهن. ونسأل من الله التوفيق للجميع والهداية للجميع، وأن يجعلنا من أنصار صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. ولا تنسونا والدين من خالص دعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.